ايه هو بقى البارادايم ده؟ البارادايم هو سر من العادات اللي اتكررت بشكل كبير جدا في حياتك لحد ما كونت مع بعضها كده آلية تحكم أو صورة ذاتية أو برمجة أيا كان المسمى اللي يوصل لقلبك ولعقلك. الآلية اللي اتكونت نتيجة العادات أكتر من مليون عادة اتكررت أكتر من مليون مرة، كونت لك بنيان كده زي المصنع بتاع فيات كده موجود جوه اللاوعي بتاعك، بيتحكم في كل افكارك وافعالك ودنيتك اللي انت عمال تطلعها، ونتائجك اللي انت عمال تطلعها هي مش انعكاس لافكارك، نتائجك اللي انت بتطلعها هي انعكاس البارادايم بتاعها البارادايم. يعني كده اللاواعي في البارادايم بيشغل الواعي، بيشغل كل حاجه. لسه هنشرح دلوقتي هو بيشغله ازاي اصلا، احنا بنتكلم اصلا عشان نبدا بقى. ما هو احنا دلوقتي عرفنا ان المعضله في البارادايم مش في افكارنا. ما دام المعضله مش في افكارنا اغلب الناس تيجي تبقى تقول لك اصل انت ابنك غبي يا دكتور، ابنك ما بيذاكرش، ابنك كذا، انت بتخاف من المبيعات علشان انت مش حاضر تدريب كويس، انت مش عارف ايه، ما بتنجحش في الحياه نتيجه ان في غباء في كذا في كذا. الموضوع ملوش علاقه بكده، الموضوع له علاقه انت اتبرمجت على ايه. فاحنا بالمعنى الاصح علشان نعرف انا ازاي ابدا اعالج البرمجه اللي موجوده عندي، انا لازم الاول افهم هو البارادايم دوت بيتكون ازاي. ما هو انا لو ما عرفتش البارادايم ده اتكون ازاي وعمل ازاي انا مش هعرف عادي اعالجه. صح كده؟